حضرتك ما ينفعش اللي انت بتعمليه ده. انت يعني ب 10 جنيه حضرتك ركبتيهم هنا وركبتيهم هنا وركبتيهم هنا، وانت هتشترينا يعني ولا ايه؟ ده مش اسلوب. انت مالك؟ ايوه بتتكلم كده ليه؟ يعني واحنا بنشحت منك؟ وانا مش دافعه فلوس ولا مش دافعه؟ دافع 20 جنيه 10 و10 يركبوا كل الملاهي بال 10 جنيه، في ايه؟ ما ينفعش حضرتك، ما ينفعش. هي لعبه واحده بال 10 جنيه، انت دافع 20 جنيه نفرين، ركبتوا الكور وقعدتوا فيها قد كده، فما ينفعش كده. هو ال 20 جنيه دي تجيب حاجه دلوقتي؟ ما تبطلوا عفانه بقى. بقول لك ايه، بعد اذنك اتكلم معايا عدل عشان ما اقلعش اللي في رجلي واديك بيه. انا بتكلم معاك بكل ادب وبكل احترام. يركبوا اللي هم عايزينه، عيال. ست انا مالي ومالك يعني؟ عيالك ولا هو مش عيالك؟ عيالك، بس ما ينفعش كده. كده حضرتك زي 40 جنيه تاني. 20 اللعبه دي و20 اللعبه دي و20 اللعبه دي، يعني انا كده عايز 40 جنيه تاني. بقول لك ايه، ما تخلينيش اريح لك في نص الشارع. انا كل ده محترماك. انا كل هدفع 20 جنيه، مش هدفع جنيه تاني. يلا يا انت وهو يلا. طب على فكره ده مش اسلوب. بقول لك على حاجه، ال 20 جنيه حتى مش عايزينها من اشكالك المعفنه دي. خد عيالك يلا بقى واتكل على الله من هنا، بدل ما هرش ميه اغرقكم. يلا من هنا. والله احسن وفرت ولا جنيه. يلا يا انت وهو استنى يا ست، انت سايبه لي وماشيه ليه؟ يلا يا انت اضرب وراهم. يلا يلا مع الابو اشكالكم. يا بنت شله روح يا عم عشان تكسب الرزق. والقرف الصراحه جاي يتسهل معاك.